مساء الخير. انا دلوقتي عايزه اتكلم بس في موضوع مهم جدا، لان هي مشكله كبيره ومحتاجه حد يكون بيفهم. مش عايزه حد يهبد، انا عايزه حد يكون بيفهم وعنده ضمير يطلع يرد عليا ويفهمني الحاجات اللي انا محتاجه افهمها دي. يعني ايه شقه ايجار جديد؟ انا كمواطنه مصريه عاديه جدا زي ملايين المصريين عايشه في شقه ايجار جديد، تمام؟ يعني ايه اكون بدفع مبلغ معين يتضرب لي في ترابل علشان خاطر في ناس دخلت بلدي معاهم فلوس يدفعوا، انا مش هعرف ادفعها، فيتضرب لي السعر في دبل وترابل. يعني انا دلوقتي بدفع 3000 جنيه مثلا او 5000 جنيه، يتقال لي 15 و20، بدفع 3 يتقال لي 12 و15. هاو كام؟ يعني لو ازاي؟ ليه مفيش ضمير؟ يعني انت دلوقتي عندك شقه ايجار ما تسواش 4000 جنيه ولا 3000 جنيه، عايز تأجرها ب8 وب9 وب10 وب15 على اي اساس؟ على اي؟ لا، وبقى في شرط ممنوع مصريين. تخلوا الواحد بجد يخرج عن المله.